في قرية عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وقعت مأساة إنسانية هزت الشارع المصري بعد مصرع 5 أطفال إثر انفجار سخان غاز داخل الشقة التي كانوا يقيمون بها بمفردهم في ظل سفر والديهم إلى خارج البلاد للعمل. ووفق التفاصيل، كانت إحدى الفتيات ال5 تستحم داخل الحمام وقت الحادث، بينما كان باقي الأشقاء نائمين داخل الشقة، قبل أن يقع انفجار مفاجئ في سخان الغاز أدى إلى وفاة الطفلة على الفور، فيما تسبب تسريب الغاز في انتشار الأبخرة داخل المكان، ما أسفر عن اختناق الأشقاء ال4 الآخرين ووفاتهم دون أن يشعر بهم أحد. واكتشفت خالة الأطفال الواقعة وسارعت بإبلاغ الجهات المختصة، لكنها تعرضت هي الأخرى لحالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تخضع حالياً للرعاية الطبية. وتتراوح أعمار الأطفال ال5 بين 8 و15 عاماً، إذ تبلغ أصغرهم 8 سنوات، بينما يصل عمر أكبرهم إلى 15 عاماً. وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية. وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على الأهالي، ودعوات بالرحمة للأطفال والصبر والسلوان